الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام. يشرفني عبر شبكة سلام الإعلامية وفي هذه الشاشة أن أبلغ تحياتي وسلامي لإخوتي وأحبائي من إخواننا الإريتريين في مشارق الأرض ومغاربها. أنتهز هذه الفرصة لأبلغ سلامي وتحياتي للجميع، وكذلك لأعبر عن حبي وتقديري وتمنياتي إن شاء الله تعالى أن يعجل الله بالفرج القريب عاجلا غير آجل بإذن الله تبارك وتعالى، حتى نكون عندهم في وسط بلادهم وفي عاصمتهم إن شاء الله تعالى، ولعل الله أن يكتب لنا صلاة في أكبر المساجد هناك إن شاء الله تعالى. وبعد، فحقيقة مما من الله تبارك وتعالى ويسر في هذا الزمن كثرة وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمهما ضيق الناس ومهما ضيق الأعداء على عباد الله تبارك وتعالى وسائل الدعوة، فتح الله تعالى أبوابا أخر. ومن هذه الأبواب هذه الشاشات الفضائية التي إن استخدمت على الوجه الأحسن والأفضل كانت من أفضل وسائل نقل الخير ونشر الهداية في مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا أيها الإخوة الكرام يتبين لنا أهمية هذه الوسائل الإعلامية، خاصة الشاشات الفضائية، والتي قد يقال أنها انحصر توجه الناس وتلقيهم من خلالها. فنحن الآن في عالم المرئيات، وقلما يكون الاعتماد على المكتوبات وما إلى ذلك. فأن تنتهز هذه الفرصة وأن يكون هناك نخبة من أهل العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى ينشرون الخير في الفضائيات، صوتا وصورة، هذا من أفضل الوسائل لنشر الهداية بإذن الله تبارك وتعالى. فأحض الإخوة على الاهتمام والازدياد مما هم فيه من هذا الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يفوتني كذلك الوصية العامة لنفسي ولإخواني ولمشاهدي في مشارق الأرض ومغاربها، وصية ربنا تبارك وتعالى بتقوى الله وطاعته، وأن الله تبارك وتعالى ربط سعادة الناس في مشارق الأرض ومغاربها وهدايتهم واستقامتهم وهناءهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة بتقوى الله تبارك وتعالى. ولقد وصينا الذين، كلام ربنا جل جلاله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. في قراءة إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلذلك أوصي نفسي وإخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها بالتمسك بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. وكذلك يعني أهم باب من أبواب التقوى تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، ويعني الإحسان إلى ألفاظه تجويدا وتلاوة وحسن أداء، كذلك فقهه وفهمه، وكذلك العمل به. فنحن نسأل الله تعالى أن يجعل حسن تلاوة القرآن على ألسنتنا، وأن يجعل حفظه وفهمه وفقهه في أفئدتنا، وأن يجعل العمل به على جوارحنا. وهذا هو المطلوب من كل مسلم ومسلمة، حسن التلاوة من حيث التلفظ، وهو الرجوع إلى أصل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أنزل الله القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج، فأن ينطق بالحرف الأصلي الذي كان ينطق به هو هذا التجويد، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، إلى أن قال: ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. فإن الناس في كلامهم حتى في اللهجات العربية التي تحولت من الفصحى إلى اللهجات العامة، الناس في كلامهم يمضون على ما تعودت ألسنتهم من انحراف عن الحرف الأصلي في اللغة العربية. فالتجويد والتحسين هو الأساس، ثم بعد ذلك حفظ هذا القرآن المجود في القلوب، وكذلك فقهه، وكذلك فهمه والتدبر لمعانيه. ولا يكفي هذا حتى يكتمل بالعمل بالجوارح، فتعمل الجوارح مقتضى ما قرأته الألسنة وحوته القلوب. فها هنا تستقيم الأمور كلها، وها هنا يكون القرآن بإذن الله تبارك وتعالى نافعا في الدنيا وشافعا في الآخرة. أما إن اختل شيء من ذلك فيخاف أن يتحول بعد ذلك إلى حجة يعني على الناس لا حجة لهم، وإلى ماحل مصدق عند الله، بدل أن يكون شافعا مشفعا. فالاستكمال لهذه الأمور الثلاث: حسن تلاوة القرآن، ولا يعذر الإنسان أن يقرأ القرآن إلا بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، إلا عند فقدانه. يعني لو فقد أحدا يعلمه أو يعني يتلقى التجويد منه فهذا يعذر وليس بآثم إن شاء الله. ما عدا ذلك فعليه أن يجتهد أن يحسن ألفاظ القرآن وأن يجودها، ثم بعد ذلك يفهم ويتفقه ويتدبر كلام الله، ثم يعمل به. وأسوأ الأحوال من حسن التلاوة لفظا وأيضا إن شاء فهما، ولكن لم يعمل بجوارحه القرآن، فهذا تكون الحجة عليه أعظم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لرابطة علماء إريتريا والإخوة في شبكة سلام الإعلامية أن أتاحوا لي هذه الفرصة يعني للسلام على إخواني في مشارق الأرض ومغاربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. la la la
لا 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 لا